بنتي ومش قادره، وقلبي مش قادر ادعي عليها يا ماما، مش قادره ادعي عليها. وده اللي خلاني كلمتك. ده لو جوزي هتطلق منه واخويا هسيبه، لكن هسيب ضنايا. بنتي حطت لي سم في المشروب، كانت عايزة تموتني والسبب غريب جدا. ردوا عليا وقولوا لي يا ترى اللي انا عملته معاها صح او غلط، وهل يستاهل ان هي تموتني؟ دي رسالة جاتنا من ام بتحكي مشاهد صعبة جدا حصلت بينها وبين بنتها اللي ما كملتش 20 سنة بعد ما حاولت تسمها. بتقول انا عايزة رأي الناس في اللي حصل معايا، ينصحوني ويقولوا لي اتصرف ازاي، ورسالة لكل ام تاخد بالها من بنتها بعد اللي حصل فيها. وقبل ما اسمعكم المكالمة بتاعتها، يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو واعمل مشاركة علشان يوصل لأكبر عدد ممكن كرسالة توعية للجميع. وأحكي لكم بداية الموضوع ومن بعدها هسيبكم تسمعوا منها الباقي للنهاية. قالت أنا بنتي ما كملتش 20 سنة ومن صغرهم بعد وفاة أبوهم، وأنا الأم والأب ليهم وكل حاجة، لكن من فترة اكتشفت إن هي بتكلم شاب في بينهم كلام مش كويس، فقلت لها عيب ونصحتها وما تعمليش كده تاني، والموضوع عد. كان لازم أدور عليها تاني بعد كده أشوف هل هي التزمت ولا لسه زي ما هي. افتحي تليفونك دورت فيه، اتصدمت لما لقيتها بتكلم شاب تاني غيره، فقلت برضه خلاص ونصحتها وهي مفيش فايدة فيها. عديت مرة واثنين وثلاثة وصبرت قد ما صبرت ونصحت، لكن هي مفيش فايدة. وصل بيا الامر اني مديت ايدي عليها وقلت لها ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، ومنعتها من التليفون الى اخره. ومن ضمن كلامي معاها رغم صغر سنها قلت لها خلاص خلي اللي بيكلمك ده وبيلعب عليكي خليه يجي يتقدم واهلا وسهلا بيه. لحد ما من ايام انا كنت تعبانة وطلبت منها مشروب تعمله، واذ فجأة ان المشروب مر وريحته وحشه جدا. لفيت المشروب تاني وكبيت الكوبايه وطلبت من اخوها يعمل لي المشروب، فالمشروب مفيش فيه اي حاجه وريحته حلوه وطعمه حلو. فضل منه شويه لتاني يوم الصبح طلبت منها تسخنهم وتجيب منهم كوبايه. ولحد هنا هنسمع منها باقي اللي حصل، ويا ريت الناس ترد عليها وتنصحها وتقول لها تعمل ايه بالظبط ورايها في اللي حصل معاها. طلبت منها الكوبايه وراحت رايحه جابت. انا شاكه انها شايفه ايديها فيها حاجه، شايفه ايديها نازله من على السلم من عند براميل الخزين فيها حاجه. راحت رايحه انا شايفاها نازله من على السلم في ايديها حاجه، ولساني متلجم مش عارفه انت تقول لها انت عملتي ايه او انت هتحطي ايه، مش مصدقه نفسي. يعني انت كل اللي قلته لها انها تسخن المشروب اللي عمله اخوها امبارح وتجيبه؟ ايوه بس على. طب وراحت فين بعد ما طلبت منها كده؟ طلعت على السلم في براميل الخزين بتاعت الجمح، حاطينها فوق في الدور الثاني على السلم. جبت منهم بودره، مكانها البودره على فكره، مكان ما طلعتها ومكان حطاها كل حاجه مكانها متسابه، محدش عمل حاجه خالص من ساعتها. ورحت شرباه انا شفت تاني بوج ده، انت ربنا يكفيك الشر. شلل في الرجلين، في قصبة الرجل على طول، شلل في مفاصل الايد، انعدام الرؤيه في لحظه. اول ما حسيت بانعدام الرؤيه قلت لهم انا بنموت، الحقوني بسرعه، الحقوني بسرعه. في لحظه ابني طلع، في لحظه جاب له، في لحظه هو اول ما شافني جري على الصيدليه، جاب بتاع الصيدليه بسرعه بجهاز الضغط وجاب معاه حقن وما اعرفش ايه، علق لي محلول. ربنا كرمني احط ايديا في بوجي، رجعت ماشي، رجعت اول حاجه هي بوجري. طب ثواني معلش، اتفضل. انت شفتيها راحت طلعت فوق وراحت لمكان الخزين وشايفه وشاكه انه في حاجه، وشميتي ريحه الكوبايه وبتقولي ان في حاجه من امبارح، ازاي قبلت انك تشربي من ايدها تاني؟ بنتي يا مؤمن، انت مش مصدقه انها ممكن تعمل كده؟ يعني ما جاش في بالك ان بنتك ممكن تسمك؟ لا خالص. بنتي انت دلوقتي انت في البيت تهون عليك امك تعمل فيها حاجه؟ يعني ما جاش في بالك ان بنتك عايزه تموتك؟ لا خالص، استحاله، بس شايفه بعينيا وخلاص في حاجه جوايا بتقول لي بنتك بتموتك. كملي. اتكفيت على بطني لغايه ما حسيت بتبول لا ارادي، عرفت ان ده سم خلاص قاتل. شايفاني قدامها ودونا عن اخواتها كلها واقفه بعيد عني وبصلي من بعيد لبعيد مستنيه اروح تطلع. شايفاكي وانت بتموتي، دي بنتك، بنتي اللي عمري ما توقعت في حياتي يا مؤمن. يا استاذه ليه بنتك تعمل كده وليه تاخد خطوه صعبه زي دي؟ مش عارفه اقول لك احنا عيشتنا وحشه، عيشتنا حلوه جدا ومتيسره ومن عيله واولاد ناس ومعروفين، وابوها معروف مين ابوها ومعروفين مين اخواتها، حد مش اي كلام يا مؤمن، عيشه حلوه الحمد لله. بنتي وصلت للمرحله دي ازاي انا طب معلش كلمينا عن حالتك الصحيه علشان حتى الناس تطمن. اولا انا من يوم الجمعه طبعا محاليل، لسه اخر محلول معلقاه النهارده الظهر، وطبعا خايفين نروح مستشفى عشان جاله هيتسال نوع السم ايه.
والسم اللي مش هيتعدل ما بيتعداش اي حاجه مسممه من بره، ماشي بتحصل مشاكل بسيطه، لكن سم الغله بالذات فيه نصيبه سودة. وجوزي خايف على اللي في البيت الباقيين، ده سم عليهم مدى الحياه وسم علدتها مدى الحياه. انت متاكده يا استاذه اللي بتتكلم عنها دي ان بنتك فعلا؟ بنتي ومش قادره، وقلبي مش قادر يدعي عليها يوم، مش قادره ادعي عليها، وده اللي خلاني كلمتك. وبقيت موسوسه، لا عارفه اشرب بق ميه ولا عارفه اشرب اي حاجه، وبقيت خايفه. وزعقت مع اخواتها التانيين وقول لهم انتوا كلها تعملوا فيا كده، قلت لهم انا خايفه منكم، انا بقيت خايفه منكم انتوا كمان، خايفه. ده لو جوزي هتطلق منه واخويا هسيبه، لكن هسيب ضنايا. طب لو سمحتي بس علشان الوقت، ايه اللي عايزه تقوليه للناس؟ انا عايزه اعرف بنتي دي هل هينفع اشوفها واعيش معاها تاني ولا لا؟ بس هل هينفع ادي امان؟ انا ما عدتش مديه امان اخواتها الصغيرين في البيت، مش خلاص انا ما عدتش مامنه. انا خلاص اولا تعبانه، اولا مش عارفه انا هنكمل ولا هنموت ولا ايه، الله اعلم. يعني انا اللي استنتجته من كلامك ان كل اللي عملته فيكي ده علشان انت رجعتيها عن الغلط مره واثنين وثلاثه وقلت لها عيب ونصحتيها وهي ما فيش فايده فيها فخدت الخطوه دي. التليفون ده كان ادمان بالنسبه لها، ادمان حرفيا. ان التليفون ده خلاص هي كلمت ده وبتحفظ الارقام في لحظه يا ماما. مجرد ما شافت الرقم ولقت حد كلمها خلاص بتشبط فيه. مع ذلك قلت لها يا بنتي طيب ماشي، طب ما يجي يا اختي وان كان هو يخطبك، لو ماشي يا ستي نخطب يا ستي ونشوفوه. بس يا بنتي ده عيل عنده 17 سنه، هيخطب مين ولا يعمل مين؟ انا ام واب في البيت، معاملتي حلوه وكل حاجه والدنيا فل والدنيا تمام وضحك وهزار وعيشه حلوه. لكن الوقت الغلط لازم، مش هسمح ان بنتي تعمل غلط، عايزه بنتي ست الناس. سامحتها اول مره، ورغم ان اخوها الكبير قال لي ما تداش تليفون، ودريتها بتاعتها يوم الخميس اللي فات قالت لي ما تداش تليفون، جوزي قال لي ما تداش تليفون، واديتها التليفون برضه. التليفون ده اللي العيال بيعملوا عليه الواتس، ممكن تكون تعمل لكل رقم عليه بصمه ورمز معين، جاي تدخل على الواتس ما تلاقيش بيفتح. كل رقم لو عليه 1000 رقم بيتعمل له واتس، بيتعمل له بصمه ورمز معين، محدش يعرف. امين بالله عليك. بس عايزه رد من الناس يردوا عليا، اعمل ايه مع بنتي؟ اولا مش قادره ادعي عليها، ثانيا مش هاينه عليا، ثالثا مش خايفه اعيش بقى تاني معاها. زي ما سمعتوا حضراتكم الموضوع من الاول للاخر، وبالمناسبه هي اللي طلبت ان ما نقولش اي معلومه عنها، لا اسماء ولا اي حاجه، حتى ان احنا نغير في صوتها. وزي ما سمعتوا برضو قالت انا عايز اعرف راي الناس في اللي حصل معايا، وهل ينفع اقبل بنتي تاني بعد اللي عملته فيا ده او لا. وجهت رساله لكل ام تاخد بالها من بناتها على قد ما تقدر. وعلشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا مشاركه في كل مكان، وادخل اعمل متابعه للصفحه لو حابب تشوفني تاني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.